بجد، ربنا يخليها لك. يا رب. معلش ثانية اشوف الباب. فريد انت كويس؟ سارة اتفضلي. شكلي جيت في وقت مش مناسب، شكلك مش فاضي، باجيلك في وقت وقت مش مناسب ايه؟ تعالي تعالي اقعدي. سارة ازيك؟ اهلا. انا شفت الفيديو قلت لازم ابقى جنبك دلوقتي. صراحة خايفة اللي حصل ده يكون بسبب بسببك ازاي يعني؟ مش وقته يا فريد. بس انا متأكدة ان انت عمرك ما هتعمل كده. اللي عمل كده شخص عايز يأذيك. انت عمرك ما هتبقى مهمل للدرجات دي، انا متأكدة وعارفاك كويس قوي. مريم برضه شاكة في كده. عموما هنبص على الكاميرات ونشوف لو في اي حاجة غريبة حصلت. طيب طالما مريم شاكة في كده يبقى انا بقول كلام اتكرر قبل كده وملوش اي لازمة اني اقوله دلوقتي. بقيتوا صحاب بسرعة الفترة اللي فاتت. بيتهيالي اي حد يتشارك في صداقة فريد، وبعدين ده شغلي كده كده. بالظبط. احنا عايزين نلاقي حل للمشكلة اللي احنا فيها. فيعني ماشي، ايه البلان اللي معلش يا هتعملها جماعة عشان- انا هقاطعكم، بس الوقت مش في صالحنا، واهم حاجة في الكرايسيس مانجمنت هو احترام عنصر الوقت. صح. طيب اسيبكم انا تحترموا عنصر الوقت براحتكم عشان ما اعطلكوش. سيبينا ايه؟ استني. هننزل مع بعض نبص على الكاميرات. في ايه؟ يلا يلا يا مريم. اتفضلي يا مريم. ده دليل براءتي. وازاي يا فريد ما شفتش الفيديو ده من بدري؟ سارة وانا كان عندي وقت. اديكي شفتي عشان اطلع 20 ثانية قعدنا نتفرج قد ايه؟ احنا دلوقتي محتاجين خطة سريعة عشان نقلب الموضوع ده لمصلحتنا. الفيديو ده لو نزل هيكسب تعاطف الناس. صح. الاهم من كده نعرف مين اللي بيمول الفيديو ده، مين اللي من مصلحته ان الفيديو ده ينتشر. ساعتها نقدر نفضحه ونبرئ سمعتك وسمعة المطعم يا فريد. لا قصة كده هتطول قوي. معلش يا سارة، شغلتي بفهم فيها شوية، لازم ناخد اكشن سريع.